السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وصفة اليوم هي لي بانكيك. نبداو بالمكونات ان شاء الله. بالنسبة للمكونات كنحتاجو جوج ديال البيضات بحرارة المطبخ. كنديرو كلشي في الميكسور، وممكن ما ديروش الميكسور، ممكن ديرو في شي بول وتبداو غير هكا، كتجيني من الاحسن. من بعد كنزيدو 250 ملغ ديال الحليب اللي حتى هو كيكون بحرارة المطبخ، ما تيكونش بارد. كندير واحد القبيصة ديال الملح، واحد الساشي ديال الفاني، وكنزيدو 3 المعالقات، جوج حتى ل3 على حساب الذوق. انا درت 3 المعالقات ديال سنيده، ودرت جوج معالق كبار ديال الزبده دايبه. كتجي لذيذه بالزبده، واللي ما توفرتش عنده الزبده يدير جوج معالق ديال الزيت. صافي تنخلط كلشي حتى كتنسجم كاع المكونات، وكنخويه في شي بول. كندير الكاس الاول ديال الدقيق العبار بكاس العنبه، كنخلط مزيان هذاك الفورس باش ما يبقاش دوك التكتلات ولا الحبيبات في العجين ديالي. كنزيد 2 ساشي ديال الخماره، وكنزيد الكاس الثاني ديال الفورس. كنخلط كاع المكونات حتى كتنسجم مع بعضياتها. وصافي هنايا تيكون الخليط واجد، وديريكتومون كطيبوه يعني بسرعه. يعني ممكن تحضروها في اي وقت. انا زدت واحد المعلقه كبيره ديال الخل، كنحاولوا ناخذوا شي مقله اللي ما تكونش كتلصق لينا، يعني كنطيبوا فيها، وكنبداو نطيبوا لي بانكيك ديالنا. صافي هنايا كيبداو يتقبوا لينا واحد شويه من الفوق، كنعرفوهم باللي راهم طابوا من التحت، ما نخليهمش حتى يتحرقوا. وكنقلبوها كيجيو على هذا الشكل هذا. وكنستمروا حتى كنكملوا الخليط ديالنا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي بانكيك، كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى يعجبوكم. ودابا غنمشيو للمعقوده اللي كتحضر بالبطاطا وبالبيض وبالفرماج. حتى هي كتجي لذيذه بزاف وكطيب في ساعه. كناخدو بطاطا كنسلقوها بجوج تومات ولا 3، يعني على حساب نتوما الرغبه ديالكم. كنخليهم بجلفه ديالهم. من بعد ملي كتسلق كنمعكها، كنزيد عليها الفرماج غابي، وممكن نزيدو معاها حتى الطون، كتجي زوينه. وكنزيد معاها غير الربيع والكمون وصافي والملح. ديجا انا سلقاها بالملح، يعني ما كنزيدش معاها الملح، يعني كنكورهم بحال هكا وكنديرهم في الفورس.
عفوا كنزيد البيض بكمية وفيرة، يعني بلا ما نعاود نديرهم عاود في البيض. أنا كندير البيض كامل في البطاطا، كندير ديك 3 ديال البيضات وكنكورهم كاملين وكنديرهم كاملين في الفرن وكنحطهم باش كيجيوني ساهلين، لانهم دغيا كيتقلاو. خاصك تكوني واقفه والزيت خاصها تكون سخونه مزيان، كتكوني واقفه عليهم لانهم دغيا كيتقلاو. صافي كنقلبوهم على الجهه الاخرى حتى كيطيبوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو لذاذ بزاف. جربوهم، غادي يعجبوكم بهذه الطريقه. كان هذا هو الشكل النهائي ديالكم، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خفيف ظريف، كنتمنى يعجبكم. وبحال ديما ما تنساونيش من لي لايك وكتبوا لي كومونتير. وشكرا على التتبع ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.